تخيل السباحة مع أندر الكائنات البحرية في العالم. الحياة البحرية في مرسى علم والشعب المرجانية النادرة اللي بيخليها في ترتيب أفضل الشواطئ عالميا. مش بس كده، نقاء المية ولونها الأزرق الفاتح بيخليها من أهم الوجهات السياحية في العالم لعشاق الغطس. الطبيعة الخلابة في مرسى علم بيخليها بتمتلك أندر المحميات الطبيعية في العالم. وأكتر حاجة بتميز مرسى علم هم أهلها اللي بيتميزوا بالطيبة وكرم الضيافة. اهلا بيكم في مرسى علم. طول عمري اسمع عن جمال الشواطئ في مرسى علم، ولكن عمري في حياتي ما جيت مرسى علم. النهارده احنا في واحد من اهم 7 شواطئ موجودين في العالم للدايفنج، شاطئ ابو دباب. مش بس صفاء اللون وجمال المية، الحياة البحرية في مرسى علم مختلفة عن اي مكان تاني ممكن تزوره في العالم. حاليا وصلنا مرسى علم، لسه واخدين الغرفة حالا، وهنبدأ بقى ان احنا نستريح ونشوف اليوم بتاعنا هيمشي ازاي. حجزنا في الريف هاوس، فندق صغير في مرسى علم للغرف الاقتصادية. هنطلع كل رحلاتنا مع بلو اوشن. بلو اوشن هو أكبر سنتر دايفنج في مرسى علم، وتقدر تطلع الرحلات البحرية كلها عن طريقه. احنا دلوقتي هننزل السنوركلينج، فعشان تعمل اي سنوركلينج انت محتاج لحاجتين، محتاج للزعانف عشان حركة المية النهاردة قوية جدا، فاحنا محتاجين زعانف نقدر ان احنا ناخد حركة اقوى في المية. انت محتاج النضارة، تمام، ودي بتحافظ على النفس بتاعك. وكمان في نوع تاني، طبعا ده انا بحب استخدمه، ده بياخد يعني تقدر ان انت تشوف الرؤية كاملة، وكمان بيحافظ على التنفس بتاعك عشان تكون الحركة معاك سهلة في المية، وتقدر ان انت تشوف كل حاجة بوضوح، ما يبقاش عندك مشاكل في التنفس في المية. فعلى حسب حريتك الشخصية، في ناس بترتاح للماسك ده وفي ناس تانية بترتاح للماسك ده، ولكن انا عن نفسي يعني حاليا بحاول ان انا استخدم الماسك ده مع منظم التنفس. فيلا بينا ننزل الرحلة بتاعتنا مع السنوركلينج في شاطئ أبو دباب. أكتر حاجة بتميز مرسى علم هدوء الشواطئ. الشواطئ هادية مفيهاش زحمة، أغلبية اللي بيجي هنا بيجي بغرض الغطس أو السنوركلينج، وده اللي بيخلي الشواطئ في مرسى علم مختلفة عن أي مكان تاني موجود في البحر الأحمر.
هنا في مرسى علم في اماكن كتير جدا للسنوركلينج، وده واحد يعتبر من الاماكن اللي موجوده هنا في مرسى علم في شرم اللولي في راس حنكراب. دلوقتي احنا لسه مخلصين السنوركلينج، بجد تجربة جامدة جدا. لأول مرة أحس إن في شواطئ في مصر بالروعة اللي موجودة هنا في مرسى علم. طلعنا في رحلة بحرية عشان ندور على عجل البحر. الدولفين هو من أجمل الكائنات البحرية اللي ممكن تشوفها في مرسى علم، واللي ممكن تقرب منه وتتصور معاه. عجل البحر أو الديكونج هو من أندر الكائنات البحرية اللي موجودة على مستوى العالم. بياكل حوالي 40 كيلو من أعشاب البحر، وده اللي بيخلي وزنه كبير، ما بين 300 كيلو ل 900 كيلو، وبقى صعب تشوفه في أماكن كتير في العالم. الفيديو الجاي هنشوف المحميات الطبيعية في مرسى علم، ونتعرف أكتر على السكان الأصليين لمرسى علم.